مرتضى منصور بره نادي الزمالك. هل دي صح؟ هل دي غلط؟ يلا بينا نشوف. مرتضى منصور الاول، لازم الناس كلها تعرف ان مرتضى منصور ذكي جدا. ذكي ازاي؟ مرتضى منصور عارف ان لو هو فضل في الزمالك ان الزمالك خلاص كده كده هيباظ. حاليا لسه في مثلا 1% 2%، بس كده كده هيبوظ. فمرتضى منصور ذكي، اللي هو ازاي؟ قال لك قام طالع عامل فيديو قال لك انا انسحبت من الزمالك. هو مش لغرض ان هو ينسحب من الزمالك، لا، عمل الفيديو ده عشان هو مش هينسحب، عشان بعد يومين يرجع يقول لك ايه ده جماهير الزمالك اتحالت عليا ان انا اقعد ومش عارف ايه، فانا هقعد مع الزمالك. طب ليه قال ان هو عايز يمشي؟ عشان لما يرجع تاني الزمالك بقى ينهار، حرفيا ينهار، ما يبقاش في حاجه، يقول لك انا ماليش دعوه، انا كنت ماشي بس الجماهير اللي مسكت فيا، فانا كده كده انا ماليش دعوه، انا كنت بره الصوره. فده الغرض في ان مرتضى منصور يطلع يعمل فيديو يقول لك انا هنسحب من الزمالك بس، مش اكتر. طب ماشي بقى، نيجي مثلا ونفترض مع بعض لو مرتضى منصور فعلا مشي ومش هيرجع وخلاص، هل بقى الحل الامثل للزمالك لو مرتضى منصور فعلا قد كلمته ومشي ده لو ان هم يجيبوا واحد يعملوا انتخابات على مقعد الرئيس فقط؟ لا، لانك انت جبت عضو، انت هتجيب واحد هيشتغل مع بيئه غير صالحه للنجاح اصلا، هيشتغل مع جمال عبد الحميد واحمد مرتضى منصور ومش عارف مين، علاء مقعد ولا مش عارف اسمه ايه، مقلد. فانت هتجيب واحد عايز ينجح، عايز ينهض بالزمالك، عايز يعمل حاجه، هتجيبه تحطه في بيئه بايظه، هتجيبه تحطه مع مجلس فاشل. المجلس ده كله اصلا تابع لمرتضى منصور. فلو مرتضى مثلا استقال من الاداره وقدم استقالته عشان الجمهور يقول عليه مش عارف ايه، هتجيب واحد تحطه على الرئيس الجمعيه، الناس دول هتحاربه لحد ما يمشي. فالحل انك لو انت جبت واحد انتخبت، يعني انت عملت انتخابات على مقعد الرئيس، ده هيبقى حل ولا له اي ريحه اللازمه، كأن مرتضى منصور موجود بالظبط. الحل الامثل حاليا للزمالك لو مرتضى منصور مشي ان الجمعيه او الباقي اعضاء المجلس اللي معاه يمشوا هم كمان. ازاي؟ يعني هم كمان يقدموا استقالتهم، او وزير الشباب برضه يخش يحل المجلس، يخش يدمر المجلس اللي فيه، يخش يحل المجلس. هو ده الحل للزمالك حاليا، ان وزير الشباب والرياضه لو مرتضى منصور فعلا مشي، اعضاء اللي معاه في مجلس لو ما قدموش استقالتهم، انا من رايي اللي انت عملت انتخابات على مقعد الرئيس بايظه ولا لها ريحه اللازمه، كان مرتضى منصور موجود. لازم تخش تحل المجلس وتجيب بقى مجلس تاني، تجيب يا عم تعمل انتخابات، لا او اجل انتخابات لشهر 10 زي ما انت عايز، بس حط لجنه تمسك الزمالك لحد ما تعمل انتخابات في شهر 10. فهو لو الحل ده حصل، انا اضمن لك انا ان الزمالك هيرجع للمنافسه تاني. لو المجلس كله اتحل وجات لجنه محترمه هي اللي تدير النادي لحد ما يحصل انتخابات، اضمن لك ان الزمالك هيرجع تاني للمنافسه. واي لاعب هيتمنى يخش عندك، بدل ما اللاعب كان بيخش يتعامل مع واحد رد سجون اللي هو مرتضى منصور، لا، هيتعامل مع ناس حلوه واللاعيبه تاخد مستحقاتها والفلوس مش هتتسرق، لان ده نقطه مهمه فشخ دي، ان الفلوس مش هتتسرق. فجدا مستغرب اصلا ازاي وزاره الشباب والرياضه لسه سايبه المجلس ده كله يشتغل في الزمالك. حرفيا الزمالك بينهار. لو مرتضى منصور كمل بالمجلس ده وطلع ازاي بيضحك علينا، وده الاقرب ان هو بيضحك على الكل، وفضل المجلس مكمل، فالزمالك هينزل مش هيطلع ابدا. الزمالك لسه في 2% كده مثلا ان هم اللي شايفينه، يعني في 2% نور، بس هيختفي مع الوقت. يعني انت المفروض دلوقتي انك بتحضر فتره اعداد انك تجيب لعيبه واجانب، ده مش هيحصل. انت ما عندكش اي فلوس انك تجيب اصلا لعيب، ما عندكش فلوس انك تجيب لعيبه من بره. غير كده اصلا انت القيد اللي عندك مقفول، فانت ازاي هتجيب لعيبه والقيد بتاعك مقفول؟ ما اي لاعب يتعاقد معاك ما هو عايز يلعب، فالقيد مقفول، فانت مش هتعرف تسجل اللاعب ده عندك في القايمه، فاللاعب هيمشي منك، ما طبيعي هو عايز يلعب. فطول ما اللجنه دي في الزمالك انا مش هينفع. الزمالك هينزل والله العظيم، هينزل لانفاق مظلم، مش هيطلع خالص. فالحل لو مرتضى منصور فعلا هيمشي، المجلس ده كله يمشي. انما لو جبت رئيس بس على المجلس ده ولا اكن حاجه حصلت، فلازم المجلس ده يمشي مع مرتضى منصور. انا اضمن لك ان هيبقى في منافسه. هنفضل 4 سنين مثلا على ما الزمالك يرجع تاني منافسه، انا على قلبي زي العسل. 4 سنين بس احس ان في شغل وفي حاجه تتطور وفي حد عايز ينجح بالزمالك. المجلس ده لو فضل 20 سنه عمره ما هيتقدم، لانه كل واحد فيهم عايز الفلوس، عايز الدخل بتاعه بس. انما لو في اللجنه دي جت نعم هنقعد 4 سنين، والله انا ما عندي مانع لحد ما نرجع منافسه تاني، ما عنديش مانع. 4 سنين بس احس ان هشوف في حاجه تشتغل، في شغل ماشي، في اي تطور بيحصل. انا احس ان في لعيبه جديده بتيجي،
احس ان في اجانب حلوه بتيجي الزمالك، احس ان في لعيبه فرق تقيله في الزمالك تقدر تشيل الزمالك زي احمد فتوح وزيزو كده. احس ان في لعيبه في الزمالك حلوه اقدر ابني عليها في الفريق لمده 10 سنين. انما اللعيبه في الزمالك دي ما فيش واحد فيهم تبني عليه فريق غير 2 بس حاليا بيلعبوا، هو احمد فتوح وزيزو والونش ربنا يرجعه بالسلامه. بس الباقي كله لعيبه كسر. مش بعيب في حد او مش مثلا مش بقول ان اللاعب ده بايظ، لا والله مش قصدي على كده، بس هو ده امكانياته. يعني هو انت جبته حطيته زي مثلا انت لما تجيبها ازاي، مثلا انت تجيب واحد بيشتغل في تحت تعليمه راح تحطه فوق، ما طبيعي هيبقى في فرق امكانيات، فانت مش هيعرف يواظب على المكانه دي من اول مره، فعايز له 5 سنين على ما يتدرب، وانا مش هفضل مستحملك 5 6 سنين بتقبض واخد مكان في الفرقه وانت مفيش اي حاجه. فمفيش حل هيتغير في الزمالك طول ما الاداره دي موجوده. محدش يعشم نفسه، والله ما حد يعشم نفسه. طول ما الاداره دي موجوده الزمالك مش هيطلع للنور. هيوهموك بصفقه 2 من الدوري المصري كلهم لعيبه كسر. والله ما حد يعشم نفسه غير لما الاداره دي تمشي. يبدا بقى اتفاق الخير باذن الله. بس كده، السلام عليكم.